النهارده هنعمل مع بعض الرز بلبن بمكونين سريين خطار من المطبخ. ما تقلقيش، مش هتجيبيه من بره. يلا بينا على طول نشوف الرز بلبن الحكاية الخطير ده عملناه ازاي. يلا بينا. بس قبل ما نبدأ في وصفتنا ما تنسناش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتصلوا على النبي وتسموا بسم الله. عشان نعمل الرز بلبن بتاعنا محتاجين بولة فاضية هنزل فيها في البولة بكوباية من الرز ده من الأكياس، رز الأكياس، كوباية كده. وهنزل عليها بكوباية مية. هجيب كمية من المية تاني، هجيب حوالي ربع كوباية مية تاني كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. هنزل على الرز كده بشعرة من الملح بالشكل ده، وهنزل بكمية من السكر، يعني حوالي كده 4 معالق كبار من السكر. مليانين. هقلب المكونات دي كده مع بعض. الخليط بتاع الرز والمية والسكر ده هسيبه يعني ساعتين 3 على قد ما تقدري. ولو هتسيبيه ليلة يا ريت، عارفة هيعمل معاكي نتيجة اجمل بكتير. هيخلي لك الرزاية دي تتفتح، وطبعا احنا حطينا لها سكر عشان تتطعم معانا بالشكل اللي انت شايفاه ده. بسيب الخليط ده زي ما اتفقنا ساعتين 3 على قد ما تقدري تسيبيه، وهرجع لكم تاني نكمل باقي مكونات الرز بلبن بتاعنا. وده شكل الرز بتاعي بعد ما نقعته حوالي 3 ساعات بالشكل اللي انت شايفاه ده. بدأ معايا يفتح شوية، ولو قادرة تقعديه اكتر من كده بيقعد. هجيب عندي حلة على النار. الحلة عندي اهي، هحط فيها خليط الرز بالمية بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهنزل عليه برضو بكوباية مية من المغلية طبعا بالشكل اللي انت شايفاه ده. وكل ما يبتدي يتشرب الرز المية هبتدي استبدل مية بحليب. انا مش عايزاه يستوي بمية كاملة، لا، انا عايزة الرزاية تبقى متشربة لبن معايا وتبقى من جوه طعمها لبن. فانا هعمل ايه؟ انا حطيت كده كوباية لما جيت نقعت الرز، والكوباية التانية مغلية لما جيت اسلقه. احنا عايزين نسلق الرز تماما ويبقى مفهوش اي وجود للحبوب بتاعته. فانا عشان اعمل كده انا هسلقه، بس عشان اسلقه يبقى طعمه حلو بسلقه بميكس ما بين اللبن والميه. تمام. انا حطيت له كوبايه ميه مغليه، وهحط كوبايه تانية بالشكل ده، انزلها كده. واول ما يبتدي عندي يغلي هبتدي اقلب فيه كويس. وطبعا الرز بلبن ما بيسابش، لازم نقلبه عشان ما يعملش ارضيه. هبتدي اقلب كده عندي الرز، وزي ما اتفقنا احنا حاطين في المية اللي نقعناها فيها ذرة ملح، وحطينا 4 معالق سكر. ونصيحة يعني يا ريت نحلي الرز بلبن من الأول، يعني الرز وهو بيسلق يا ريت نحليه بزيادة. ليه؟ عشان كل ما نضيف مية هتبقى كده انا محليه الرزاية وتستوي على سكارة، مش تبقى الرزة من جوه طعمها عادم. تمام. ده شكل الرز عندي بعد ما ابتدى يدخل في الغليان. ببتدي اقلبه كده، لان زي ما اتفقنا الرز بيبقى فيه كميه من النشا فبيلزق بسرعه، ولو اتحرق من الاول مش هيبقى مظبوط طعمه، ويبقى فيه طعم الايه، الشيطان. فبالتالي لازم ايدينا تكون دايما في الرز من اول ما انا احطه على النار لحد ما نخلصه. تمام. اهو بيغلي، وزي ما اتفقنا لازم نشتغل على نار هادية عشان الرز معانا ما يتحرقش. عندي كمية من السكر، وطبعا السكر حسب حاجتك انتي. فانا بجيب السكر هنا عندي، وزي ما اتفقنا انا هزود السكر للرز قبل ما يدخل في السوا. تمام. اهو بقلب. طبعا السكر حسب حاجتك انتي، فعلى ذوقك انتي تحطيه. اهو
قلبت كده وهسيبه برضو يكمل سواه. بصوا عندي حبايبي الرز عندي بدأ يتشرب كمية السوائل اللي انا حطيتها له. بصي ما بسيبش تقليب خالص. جبت عندي نص كوباية مية عليها نص كوباية حليب. تمام. وهنزلها له وهحط برضو مية تاني. بفضل ازود في مية لحد ما الرز عندي يكمل سواه بالشكل اللي انت شايفاه ده. يعني ما بخليهوش يتسلق سلقة كاملة بالمية، لا بعمل ميكس ما بين اللبن والمية وهسيبه يكمل سواه تاني. وزي ما اتفقنا بنحط كمية السكر كاملة في مرحلة سلق الرز، يعني ما بنستناش لما الرز يستوي وبعد كده نحط السكر، لا بنحط السكر في مرحلة السوى عشان زي ما اتفقنا الرز يتطعم بالسكر من الأول. تمام، عشان ما تلاقيش في فرق ما بين الرزاية والسكر. هنزل عندي دلوقتي بمعلقة من القشطة اللي هي وش الحليب بالشكل ده. معلقة قشطة من وش الحليب. تمام، او من العلب عادي، بس القشطة البلدي بتبقى بتدي دسامة للرز اكتر وجمال. تمام كده. دي برضو في مرحلة السلق عشان برضو الطعام للرزاية. ابتدي اقلب كويس كده في الرز بالشكل اللي انت شايفاه ده. القشطة ولا هيبقى ليها اي اثر، بس هتخلي لي الرز كأني عاملاه بلبن كامل، كأني عاملاه يعني بلبن من الاول للاخر. وبرضو زي ما اتفقنا ما بسيبش تقليب لان الرز بلبن بيتحرق بسرعة. ما شاء الله، بصوا الجمال، تحفة. اول ما الاقي عندي المية ابتدت تنقص والرز لسه برضو ما لسه ظاهر، يعني لسه ظاهر حبيبات، ببتدي برضو ازود في المية بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبرضو اسيبه يكمل سواه. اهم حاجة ان الرز يسلق سلقة كاملة، يعني اعمل المعلقة كده ما لاقيش فيه رز ظاهر عندي. وده شكل اللبن، الرز بلبن بتاعنا بعد ما ابتدى يدخل في السوا. بصي الى حد ما يعني اتسلق كويس جدا. وعايزه اقولك ان في فرق ما بين الرز اللي هو البلدي بتاعنا العادي اللي بيبقى فرط، وفي فرق ما بين الرز اللي هو في الكيس. انا بستخدم الرز اللي في الكيس ده بالاخص للرز بلبن. تمام، لان بيبقى جميل جدا لان فيه كميه نشا عاليه جدا، فبالتالي بيدينا الطعم والقوام اللي انت شايفاه قدامك ده. تمام، هبتدي انزل عندي باللبن بتاعي دلوقتي. بعد ما نزلت عندي بلتر من الحليب هبتدي اقلب كده كويس، وهدوق الرز بتاعي في السكر محتاج سكر او لا. تمام، وهسيبه برضو على نار هادية وهقلب فيه لما يستوي ويديني القوام المطلوب بتاعي. يعني انا قبل ان انا ازود حليب او مية، طبعا انا حاطه معلقة كبيرة من القشطة او معلقتين قدر استطاعتك. يعني لو انت عندك كوباية من القشطة تحطيها، بتدي قوام وتقل رهيب جدا. عندي الرز اهو ابتدى يدخل في الغليان الشكل اللي انت شايفاه ده، وهيحتاج برضو معايا مية. هزود له كده كوباية مية برضو سخنة بالشكل ده، وهسيبه يدخل في السوا ونشوف بعد كده ايه الاضافات الزيادة من عندنا اللي هنضيفها له وهنخليه الرز بلبن طعم وقوام احلى من المحلات. بعد كده عندي مكون اضافي سري خطير هيوديلك الرز بلبن في حتة تانية خالص، وهي 4 فصوص من المستكة. تمام، بدقهم كويس جدا، بطحنهم يعني، وبحطهم على الرز بلبن بالشكل ده. والمكون السري التاني الباستري كريم، بضيفه على الرز بلبن بالشكل اللي انت شايفاه ده، واقلب كويس. هجيب المضرب السلك
وادي نص معلقة تاني. ما تقلقيش هو بيكتل، بس بجيب المضرب السلك وبضربه بيه ولا كأنه موجود بالشكل اللي انت شايفاه ده. ببتدي اضربه كويس. لو عايزه تقلبي الباستري كريم الاول في معلقه حليب يعني بره وكده، زي الكريم شانتيه وزي الكاسترد، عادي اعمليها. بس انا نزلته وبعد كده قلبته بالمضرب. تمام. هسيب الرز بلبن، بس طبعا مش هسيب المعلقه والتقليب فيه بالشكل اللي انت شايفاه ده، وعلى نار هاديه، واسيبه يكمل سواه. وده شكل الرز بتاعنا بلبن بعد ما استوى بالشكل اللي انت شايفاه ده. انا مش شايفه انه محتاج اي ماده ربط. تمام. بالشكل اللي انت شايفاه ده، البخار لسه طالع منه. بصي ما شاء الله، اللهم بارك. هنغرفه مع بعض دلوقتي. عايزاكم تتفرجوا معايا على قوام الرز بلبن. بصوا، تحفه، حكايه، خطير، كأننا حاطين له نشا. بصوا القوام، ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كوباية رز واحدة بس عملت لي ما شاء الله كام؟ 3 و3 6 و2 8 8 أطباق خطيرة. بصوا لي على القوام، بصوا الجمال، بصوا تحفة. عايزة بالله يعني مش محتاج نشا ولا أي حاجة، كأني حاطه له نشا. تمام. هنجيب مع بعض المكسرات وهنزينه. بسم الله. ده ميكس فول سوداني على زبيب على جوز هند، ما شاء الله. انا بعمله ميكس كده وبحطه في التلاجة واستخدمه ازين بيه الحلويات. وده شكل الرز بلبن بتاعنا بعد ما زيناه. حاجة كده خطيرة يعني، ولا اجدعها محل بلبن. جربيه على طريقتي. ما تنسيناش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. دمتم في حفظ الله وبألف هنا وشفا.